السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة بقى وصفة خطيرة، مفيش احلى ولا اسهل من كده. نفصل بقى من الفتة واللحمة المسلوقة والبصل واللحمة ببصل وكل الكلام ده. شاورما لحمة بيتي، مفيش احلى ولا اطعم من كده. زي ما انت شايفة الشاورما واللحمة متحمرة واخدة لون، في نفس الوقت طرية وجوسي، مع التومية وصوص الطحينة السوري. حاجة خطيرة، مفيش احلى ولا اجمل من كده. شوفوا عملناها ازاي. معانا هنا نص كيلو من اللحم مقطعاه زي ما انتم شايفين شرايح رفيعه خالص. هي دي تقطيعه الشاورما سواء في اللحمه او في الفراخ. وبعدين هنا عندي كوباية ونص من اللبن الرايب، لو ما عنديش لبن رايب زبادي الاتنين يمشوا. ولو ما عنديش الاتنين وعندي لبن حليب بحط عليه عصرة ليمونة او معلقة خل بيخليه معايا رايب. عندي هنا ملح وقرنفل، 7 بهارات لحمة وبابريكا وشطة وحبهان مطحون. كل ده نص معلقة نص معلقة، والملح معلقة صغيرة او معلقة ونص بالكتير عشان ما يبقاش مالح. وبرضو البهارات كاملة هسيبها لكم في صندوق الوصف تحت علشان هما بهارات كتير. ضفت اللحمة بتاعتي على كل التتبيلة دي وقلبتها كويس جدا. ضفت على التتبيلة بتاعتي ربع كوباية زيت، بمكسهم كويس جدا مع بعض. وبعدين بحطها في علبة تلاجة وادخلها التلاجة ليلة كاملة، لو اقل حاجة 4 ساعات. عندي هنا معلقة دهن خروف او دهن بقر او معلقه ليا. نزلت عليها بالشاورما بتاعتي المتبله ليله، سايباها ليله في التلاجة. زي ما انت شايفه طاسه سخنه جدا، مش عايزه الطاسه بارده، عايزه الطاسه سخنه جدا لاني مش عايزه اللحمه بتاعتي تطلع ميتها. واحده واحده هتلاقي الصوص معاكي بدأ يقصر او بدأ يقل. واحده واحده اللحمه هتبدأ تتشرب الصوص بتاعي والتتبيله بتاعتها وهيبدأ يفصل زي ما انت شايفه كده. يبقى فاضل الدهن. عندي هنا بصلتين متوسطين قطعتهم مكان تتبيله اللحمه علشان اخد اللي فاضل في البوله بتاعتي نفس الطعم. ما تخافيش، انت هتشوفي كميه البصل كتيره لان البصل بيدبل ولما بيستوي بيختفي تماما، مش هتحسي اصلا ان في بصل موجود. زي ما انت شايفه التتبيله بتاعتي اللحمه شربتها، ما عادش اصلا حاجه. زي ما انت شايفه ما تخافيش ان التتبيله ايه ده وايه الشكل ده، لا، هيبدا يتحمر معاكي زي ما انت شايفه لونها، وهتبدا تشربي التتبيله. الزيت او الدهن اللي نازل ده ما تخافيش منه، هعمل لك بيه ما شاء الله احلى شغل. عايزين بقى نخليها على الفحم زي اللي بنشتريها من بره، في اي بولة او طبق صغير فيه معلقة زيت وهولع فيه معلقة فحم واحط فيه. بصي طعمها وريحتها مش عايزة اوصفلك، والله كانت خطيرة. الزيت اللي فضل مني او الدهن مكان الشاورما ده بغطس فيه العيش البلدي بتاعي. عيش بسيط جدا من البلدي بتاعنا، ولا تورتيلا ولا اي عيش صاج ولا اي حاجة. وزي ما انت شايفه كده بلفهم كلهم بنفس الطريقه. توميه، بقدونس، كزبره، بصل. عايزه تعملي بطاطس، عايزه خيار مخلل، براحتك ابدعي، بس انا بحب الاضافات دي تبقى بره. وعملنا هنا صوص الطحينه وصوص التوميه، هنزله لكم فيديوهات تحت الوصف عشان لو حابين تشوفوا عملنا ازاي. حاجة عظمة، مفيش أسهل ولا أسرع من كده، وأنضف وأحلى 100,000 مرة من اللي احنا بنجيبه من بره. ولو تكملي الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو.